بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي اسعد حال ان شاء الله. عايزة اقول لكم بقى، لقيت كرنب قدامي حلو كده ومتهاود، قلت اجيب شوية كرنب اشيلهم باذن الله، ان كان لنا عمر ونصيب في الدنيا ان شاء الله لشهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين، يعودوا علينا وعليكم بالخير والبركة يا رب على الأمة الإسلامية كلها. دلوقتي بعمل، جبت الكرومبة طبعا قورتها زي ما وريتكم قبل كده، بس الكرومب اللي انا هشيله في الفريزر ما بيبقاش زي اللي انا هعمله وهحشيه في ساعتها او في وقتها، لا. اهو بروح عاملاه ايه، بروح ما هوريكم واحده تاني برضو من الاول وجديد. دي انا واحده حطيتها وجيتوا في بالي والله، وقلت لازم ايه اوري حبايبي هي بتتعمل ازاي. وطبعا من تحضيراتنا ان انا جبت برضو ليمون، خليته خد غلوه واحده اهو، وخلاص كده هطفي عليه اهو وهبرد الليمون. بعمل الغلوه دي ليه؟ علشان خاطر ينزل مرارته، ميبقاش الليمون ممرر. ادي يا حبايبي انا خدت الليمون غلوه زي ما وريتكم، مش هرمي الميه بتاعته اهو. هصفيها عندي كده في حله في اي حاجه استعملها لتصبير مواعين، استعملها ازود بيها الصابون السائل، استعملها وانا بمسح للحمام. ميه ريحتها ما شاء الله جميله جميله جميله. طبعا انتوا عارفين ان الليمون ده حاجه معطره اهو. خلاص كده هبرده، هاخد الميه بتاعته اشيلها وابرده. ادي يا حبايبي، ادي كده حطيت كرومبه اهي معاكم اهو، قورتها وكده حطيتها، هتبتدي تغلي، هتبتدي مش غليت اهي، هروح قلبها. بصوا اهو، غطسها في الميه كده اهو عشان يخش جواها الميه السخنه. بعيد التليفون علشان البخار هيغيم على الكاميرا اهو. بصوا يا حبايبي كده، اللي خايفه تجازف من الميه السخنه ممكن تلبس جوانتي بتاع المطبخ اللي هو الجلافز اهو. بصوا انا كده يا دوب لونه غير اخضر اهو. بصوا يا اهو، هبتدي اطلعه بقى اهو. بصوا يا حبايبي انا ما بخلوش ايه يستوي سوا كامل اهو اهو، عشان في الفريزر لو انت مسويه سوا كامل. ادي يا حبايبي زي ما وريتكم سليق الكرنب كده سهل وبسيط جدا. زي ما قلت لكم الورقه يا دوب تترى اهي، يا دوب تترى اهو. ونطلعه بقى كله. دي كرنبه تاني غير اللي انا كنت بسلقها اهو. ونعمل برضو تسبيكه، حله تسبيكه كبيره حلوه كده عليها القيمه، ونعملها اكياس ونحطها في الفريزر بحيث لو باذن الله ان كان لنا عمر ان شاء الله بمشيئتك يا رب كنا من اهل الدنيا نروح مطلعين كيس الصلصه انت قلبه على الرز، الورق جاهز، احشي تعملي احلى وليمه عليها القيمه. وربنا يجعله عام خير علينا يا رب وعلى الجميع باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.